السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة جديدة من محاضرات البوت ستراب. احنا هنتكلم النهاردة عن الاوبيسيتي وازاي نعمل الشفافية في الصفحة. الشفافية من الحاجات اللي بتدي لمسة جميلة جدا في الموقع بتاعنا، وعلى سواء كانت على ديف او على صورة او وات ايفر احنا هنستخدمها على ايه. البوت ستراب بيقدر يدينا آه، آه، تنسيقات كلاسات جميلة نقدر نعمل بيها الاوبيسيتي بشكل جميل، ونقدر نعمل بيها حاجة حلوة قوي في الصفحة. دي قناتي كودفيرس اكاديمي، انا اشرف صادق. كمل معانا لاخر الفيديو، هنعمل تطبيق عملي على ازاي نستخدم الاوبستي، وهنعالج حاجه من اهم الحاجات اللي بتقف قدامنا، ان لما بعمل اوبستي بيأثر على الكلام اللي جواه. جهز نفسك وحضر لعبك، يلا بينا نبدأ. الاوبستي هي الشفافيه، ان انا بدي شفافيه للحاجه اللي عندي. فلو احنا جينا قلنا ان انا هعمل ديف، والديف ده هديله آه اي كلام جواه، ادي بي كده. عملنا كلام، وهبدأ ادي للديف ده الشفافيه بتاعتنا. فهديله كلاس، بعد ما هديله كلاس هبدا اديله الاوبستي. الاوبستي عندي في 100، 75، 50، 25، زيرو، زي ما انا عايز. فبعملها ازاي؟ باجي اعمل كده، ادي ده زيرو، انا كده بعمل زيرو اوبستي. فطبعا مفيش حاجه ظاهره زي ما انتم شايفين. طيب لو انا خليت الاوبستي دي 25، ابتدت الحاجات تظهر، والكلام هو كمان عليه اوبيسيتي، عليه شفافيه. عشان الكلام ده يبان معايا، تعالوا ندي باك جراوند، نعمل بي جي مثلا، برايمري مثلا. فزي ما انتم شايفين الكلام موجود بس عليه شفافيه عاليه جدا، والخلفيه كمان عليها شفافيه. لما عملت الزيرو كان كل حاجه مختفيه تماما، لان كده انا وصلت لاعلى شفافيه. 25 الدنيا بانت شويه، طب 50 الدنيا بانت اكتر، طيب 75 الدنيا بقت افضل، 100 كده انا لغيت الشفافيه تماما. الشفافيه في السي اس اس كان في اللي هي 0 و1، يعني محصوره من 0 ل 1. الزيرو معناها ان الحاجه اعلى شفافيه، يعني شفافيه عاليه جدا. الون معناها ان مفيش شفافيه خالص. اي رقم في النص يعني 0.1، 0.2، 0.3، 0.4، كل ما بزود الرقم الشفافيه بتختلف معايا. في البوت ستراب احنا بنشتغل 0، 25، 50، 75، 100. والاكبر حاجه موجوده معايا بتأثر على الحاجة بتاعتنا، ان انا لما بدي شفافية الكلام اللي جوه هو كمان بياخد الشفافية. التطبيق اللي هنعمله في المحاضرة دلوقتي، في شغلنا دلوقتي، ان ازاي ان انا اعمل الشفافية من غير ما يأثر على الحاجة اللي جواها. طيب ركز معايا بقى في التطبيق اللي هنعمله ده. هنيجي كده نعمل ديف تاني اهو. الديف ده هديله برضو لوريم، ادي بي لوريم، وندوس انتر. تعالى هنديله نفس التنسيق البوت ستراب بتاعنا. هنعمل بي جي شرطة برايمري، كده احنا خدنا اللون بتاعنا. بعد كده هقول له البي جي شرطة اوبيسيتي، بعد كده هقول له 50. خلي بالنا بقى، انا كده اديت الشفافية لمين؟ للباك جراوند. انا كده اديت الشفافية للباك جراوند. نقدر احنا بعد كده اغير انا في درجة اللون، وليكن هعمل تكست
وايت. هعمل تكست وايت ليه؟ عشان نشوف اللون بتاعي هيعمل شفافية عالية ولا لأ على الكلام نفسه، ولا هيشتغل على الباك جراوند بس. تعالوا نبدأ نغير بقى في الاوبيسيتي اللي انا حطيتها للباك جراوند دي. عملت زيرو، هنلاقي ان الكلام بتاعي باين، والباك جراوند بتاعتي مش زي اللون اللي فوق. اللون اللي فوق مختلف، اللون اللي فوق مختلف، الازرق اللي فوق غير الازرق هنا. طيب تعال نخليها 25، هنلاقي هنا اللون اختلف والكلام ما زال لسه ايه، الكلام ما زال باين. طب انا ايه اللي يضمن لي ان الكلام باين؟ هنا الكلام كان اسود باين جدا، هنا الكلام ابيض باين. بس انا مجرد ان انا لو عملت دارك، لو غيرت دارك، هتلاقي الكلام باين زي الفل. فهنا الفكره ان انا اعتمدت على درجه اللون بتاع الكلام نفسه، لكن الاوبستي هنا اشتغل على الباك جراوند. طب لو انا خليت دي 50، هنلاقي الخلفيه ورا لونها اختلف وما زال الكلام معايا باين. طب لو شفنا الوايت، هنلاقي الكلام برضو باين معايا، مش متأثر بالخلفية دي. ده تطبيق مهم جدا لازم نبقى عارفينه عن البوت ستراب وازاي بيشتغل على الاوبيسيتي. طيب عملت 75، هنلاقي الكلام هنا الخلفية عندي غمقت شوية والكلام ما زال باين. ولو غيرت الدارك اي لون للتكست الموضوع هيفرق معايا. طب جينا بقى عملنا 100، هنلاقي ان الدرجة هنا دي بي جي برايمري وهنا بي جي برايمري، لكن في اختلاف في درجة اللون. ليه؟ الاوبيسيتي عامل معايا شغل جميل جدا وممتاز جدا من غير ما يأثر على الكلام اللي جواه، بان انا حطيت بي جي شرطة اوبيسيتي، وبعد كده حطيت درجة من الاربع درجات، الزيرو او ال 25 او ال 50 او ال 75 او ال 100، اللي هم الخمس درجات بتوع الاوبيسيتي في البوت ستراب. تابعونا دايما في كود فيرس اكاديمي في فيديوهات جديدة في مجال البرمجة. أشوفكم على خير، السلام عليكم.